الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق والأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهل الله علينا شهر رمضان، شهر الخير والبركات والإيمان، شهر القرآن، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركنا ليلة القدر، وأن يدركنا ثوابها وخيرها ونعيمها يا رب العالمين. تعودنا في كل عام أن نترقب شهر رمضان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30. يعني إحنا إن شاء الله في ليلة 29 من شعبان يطلع علماؤنا، علماء الأزهر الشريف حفظهم الله وبارك الله فيهم، وعلماء كل البلاد. ففي هذا الموضوع كل بلاد لها هلال حسب طلوع الشمس عندها وحسب اختلاف الليل والنهار. قد يكون في مصر هنا ليل، في بلد أخرى عربية أو إسلامية أو أوروبية يكون نهار، ونهار عندهم يكون ليل عندنا. لذلك كل بلد لها هلال. نحن في مصر علماؤنا، علماء الأزهر الشريف، يترقبون لنا رؤية الهلال، فيخرجوا في ليلة 29 من شعبان ويترقبوا رؤية الهلال. إن رأوا هلال رمضان يكون شعبان 29 فقط. إن غم عليهم يبقى غدا المتمم من شعبان، وبعده مباشرة أول يوم من رمضان. نفس الشيء نترقب رؤية شهر شوال. صوموا لرؤيته حينما نراه، وأفطروا لرؤيته أي رؤية هلال شهر شوال نترقب. طيب إحنا هنا في مصر نلتزم. إخوتنا في السعودية مثلا لهم هلال، إن تواكب هلالهم مع هلالنا كان خيرا وبركة، وإن اختلف كان خيرا وبركة أيضا. لكن كل البلاد الإسلامية والعربية والعالم كله يتفق مع المملكة العربية السعودية حفظها الله في شهر ذي الحجة، لأن عرفات واحد فقط في العام، فيلتزم العالم كله برؤية علماؤنا ومشايخنا في المملكة العربية السعودية حفظهم الله وبارك الله في أمة محمد جميعا. إذن نحن نصوم لرؤيته حينما نراه، ويطلع علينا علماؤنا ويخبرون بأن غدا أول يوم من رمضان. وجب على كل مسلم، على كل أب في بيته، وكل أخ مع إخوته، يدعو الله: اللهم أهله علينا هلال خير وبركة، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورحمة وبركة. وندعو الله أن يكون رمضان شهرا سعيدا علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وننوي الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام على من يجب وعلى من لا يجب، له شروط أيضا وأحكام. الصيام على كل مسلم بالغ عاقل يستطيع
صحيا، يستطيع صحيا. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا هنا لا يستطيع صحيا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب هناك مرض مزمن، المريض يرجع إلى طبيبه الذي يأخذ منه الفتوى، لا أقول شيخ ولا عالم، ولكن طبيبك هو الشيخ والعالم، ومن الأفضل أن يكون طبيب مسلم. فإن تعذر فأي طبيب تستشهد فيه النصح والأمانة. هو يخبرك إن كنت تستطيع الصيام فصم، وإن لم تكن تستطيع، إن كان مريضا مرضا مزمنا أي لا يرجى شفاؤه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى المريض اللي إن شاء الله ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، مرض يشفى إن شاء الله بعد تناول العلاج، بعد تكرار العلاج، بعد شهر، بعد شهرين، حينها فعدة من أيام أخرى، أي يفطر الأيام التي كان فيها مريض طوال رمضان، كان مريضا لمدة يوم 12، يصومها بعد رمضان، يصومها متواصلة أو متقاطعة، يعني يصوم 10 ورا بعض، أو يصوم يوم يفطر يوم، أو يصوم كل شهر يوم، يومين، 3. المهم أنه يؤدي ما أفطره في رمضان، يصومه بعد رمضان قبل رمضان القادم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، السفر الشاق، السفر المجهد الذي لا يستطيع أن يصوم خلاله، يريد الله بكم اليسر. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد إرهاقنا، ولا يريد مشقتنا، ولا يريد بنا عسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى المريض الذي يرجى شفاؤه والمسافر حتى يصل إلى المكان الذي سيصل إليه، سفره يوم 2 3، إن أفطرها في رحلة سفر الشاقة يصومها بعد رمضان. المريض الذي يرجى شفاؤه يتناول علاجه في نهار رمضان يوم 2 3، ويفطرها بعد رمضان. ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.